ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دخلنا على الوصفة على طول. حطيت تلات بيضات، عليهم 3 اكياس فانيليا، وحطيت كوباية ونص سكر على كوباية سمنة، وهنعمل احلى كيكة ان شاء الله. نضربها ضربة بقى، ضربة ايه؟ عايزة تحطيها في الخلاط حطيها، عايزة تضربيها كده كبة اي حاجة، بس تضربيها ضربة كويسة، يعني تنعميها، تعملها زي الفوم كده. تنيت نضرب فيها لحد ما لونها ابتدى يبيض، وحطيت عليها كوباية لبن، وهحط الدقيق، 3 كوبايات دقيق نخلتهم، واحط عليهم 1 شيف كيس، واحطه بقى على الخليط دوت. والله طلعت احلى كيكة، طلعت في منتهى الجمال. وحطيت معلقة خل كمان على محسن، يعني ده معلقة الخل بتبقى محسن. وحطيت كمان نص كوباية لبن، يعني هاخد كوباية ونص لبن. حطيت في الصينية سمنة، دهنتها سمنة، وحطيت رشة دقيق خفيفة كده، واحط بقى الخليط اللي احنا عملناه دوت، وهندخلها الفرن. مش هتقعد يجي ربع ساعة في الفرن. طلعت وبقطعها، والله طلعت في منتهى الجمال، على الشعر، ولا نقص، ولا سكرها زايد، ولا اي حاجة، في منتهى الجمال. سكرها مظبوط، كل حاجة فيها مظبوط، جميلة. متنسونيش بقى في اللايك والشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم يا رب. عملنا بقى كوبايتين شاي، وبالهنا والشفا. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي عملتوها زي ما انا قلت لكم كده ولا لا. مقاديرها مظبوطه وهي مظبوطه. يلا مع السلامه. سلام.